أنا بلال البرنس الكبير بيطل من نافذة الشباك بتاعه على الغابات الاستوائية اللي هو عايش فيها. أنا مش عارف هو عايش فين بالظبط. حلوة وحابين النهاردة نتكلم مع حلوة النافذة دي. إيه رأيك؟ عايزين بقى نتكلم النهاردة مع بلال عن العمل في ألمانيا للطلبة الأجانب، واللي هم يعني الطلبة اللي جايين من مصر وعايزين بيدرسوا هنا في ألمانيا. ايه هي فرص العمل بتاعتهم؟ كام ساعة يقدروا يشتغلوها؟ ازاي يقدموا على العمل؟ هل العمل ده يقدر يوفر مصاريف المعيشة بتاعتهم ولا لا؟ ولو لا ممكن يعملوا ايه؟ فمعانا استاذ بلال. استاذ بلال ممكن تلقي الينا نظرة ان شاء الله. والله يا باشا ممكن، بس على فكرة هنا المكان جامد جدا يعني مع طبعا اني بلال المكان عنده بقالي ما 3 شاء 4 الله. سنين هنا، بس الواحد كده ما بيقفش لو بلال فكرة عنده 3 الرومانسية 4 دي. سنين واحنا لسه مكتشفين الشباك ده عنده في الأوضة. بلال عايزين نتكلمنا النهارده عن الدراسة في ألمانيا. آسف. آم، ناس عندها اسئله كتير جدا، ودي اكبر ما حاجه ما شغله الناس. ان هم بعد ما يوصلوا المانيا ايه هي الامكانيه ان يشتغلوا هنا ازاي ويلاقوا شغل ازاي، وهل الشغل ده هيتكفل بمصاريفهم خلاص، ولا واحدة لا. واحدة بس هنتكلم عن الشغل في ألمانيا للطلبة، لأن في شغل تاني للدكاترة والمهندسين، في فرص عمل كبيرة جدا حلو قوي. الدكاتره والمهندسين هنعمل لهم فيديو تاني. احنا عايزين اهم حاجه دلوقتي برضه الطلبه، وان شاء للطلبة. الله الفيديو الجاي هيبقى تمام الدكاتره زي الفل، والمهندسين. يعني معنى كده هنتكلم عن إيه؟ عن العمل عن للطلبة. الطلبه فقط. تمام زي الفل. الشغل هنا في ألمانيا بيتقسم لثلاث حاجات يعني. طبعا زي ما انتم عارفين، قلنا قبل كده يعني باختصار شديد ان الشغل ثلاث انواع: فول تايم، هالب تايم، او سيلف. مش عارف او سيلف ممكن واحد يقولها ازاي. هالب تايم اللي هو بارت تايم، والاوس هيلف اللي هو زي الفريلانسر في مصر. تمام. زي انت كده بتشتغل ايه في الويك اند مثلا، يوم او يومين، او بتشتغل ساعتين في اليوم. ودي ليها امكانيه هنا وحلوه جدا، ان انت ممكن تشتغل ساعتين الصبح من الساعه 4 للساعه 6، او من الساعه 4 للساعه 7. تمام. ودي بتبقى ايه في السوبر ماركت الكبير يعني. طيب هنتكلم لو الطالب عايز يشتغل يوم كامل فول تايم، يبقى هيشتغل 120 يوم في السنة بمعدل 1000 ساعة في السنة. يعني الطالب قانونا ليه 1000 ساعة سنويا يشتغلهم في ألمانيا، وده قانون بالظبط، يعني هو عنده 1000 سنة 1000 ساعة بالظبط. يشتغلهم بارت تايم يشتغلهم فول تايم مش فارقة، صح؟ يشتغلهم زي ما يشتغلهم. في اوكي. عنده 1000 ساعة يشتغلهم بقى زي ما هو عايز. ممكن يشتغلهم فول تايم، هالب تايم، بارت تايم، فيدو فيلست يعني. اوكي زي ما انت عايز. زي ما انت عايز. طيب بس دلوقتي الطلبة هنا وصلت ألمانيا، دخل الجامعة، عايز يبتدي شغل، يدور فين؟ يعمل ايه؟ يروح فين؟ والله انا انصح كل طالب هيجي المانيا اول ترم مثلا على الاقل، او اول 3 شهور، اول يعني نص ترم كده 3 شهور، يقعد ويركز ويعرف نظام الجامعه، ويعرف الجامعه، ويعرف المدن اللي حواليه والاماكن اللي حواليه. يعني ايه تجميع معلومات، جمع معلومات. يفهم السيستم والدنيا يفهم ماشية ازاي. السيستم ويفهم الدنيا ماشيه ازاي، ويتعرف على الناس. وهو لوحده كده كده يعني، زو بزو هتلاقيه بيدور وبيلاقي الشغل لوحده. في الجامعه بتلاقي يعني ايه، في كل الاماكن بتبقى في لوحات كده محطوطه وبيبقى عليها الاعلانات. واحد عايز يذاكر مع واحد، واحد عايز يلعب مع واحد، واحد عايز عنده وقت عايز يروح يعمل اي حاجه. وطبعا من ضمن ده كله انفرالم يعني بيجي ايه، بيجي الشغل. والشغل في الجامعه كمان بتشتغل ميت اربايتر، بيشتغل زي حاجة زي موظف يعني يعني ممكن. زي موظف او مساعد. مساعد، بالظبط. موظف مساعد للدكاترة والبروفيسور يعني، اللي هم في الجامعة. وممكن تشتغل في الإدارة بتاعة الجامعة، الانترناشونال اوفيس، او السيرفيس بوينت، اللي هو ايه الانفورماسيون بتاعة المعلومات بتاعة الطلبة. يعني بيبقى في حاجة زي لوحة كده موجودة في الجامعات، بيبقى موجود فيها إعلانات عن الشغل. ناس محتاجة حد يجي يذاكر لهم، حد محتاج يقعد مع أطفالهم، حاجات زي كده. كل حاجه، حد يقعد وبيدفعوا مع لهم. اطفالهم، حد يروح يعيش مع عيله، الكلام دون. وفي ناس سالتني على اللينكات، الواحد عيله تضمنه وكده. وبصراحه انا ما لقيتش لينكات للموضوع دون يعني. بس دي لان مش من السهل ان العيله يعني هتثق فيك. لذلك العيله بتروح للجامعه، لان عارفه الجامعه في حاجه اسمها الانترناشونال اوفيس موجوده في الجامعه، والمكتب ده مسؤول عن الطلبه اللي هم الاجانب. وبيروح العيله بتروح للمكان دون وبتقول لهم لو سمحت انا عايزه طالب جاي هنا بيدرس، يجي يقعد مع ابني ويعيش معايا،
وانا ايه هدفع له مثلا هيعيش طبعا كده كده السكن مش هيدفع له فلوس، وايه والاكل والشرب بتاعه هو بيجيبه لنفسه، وانا بديله ايه ان بار جلد يعني على حسب مصروف الاتفاق ما بينهم يعني. بتكرمش له 5 يورو. كملت 5 يورو الله يخليك. بتعمل تكنيك يعني. بس فدي حاجه بتبقى حاجه كويسه يعني، لذلك دي نقطه مهمه جدا يعني بالنسبه للناس اللي بتسال ايه عن الموضوع ده، ودي حاجه هتساعدهم بعد ما هم ايه يجوا عشان يعملوا فرلينجرونج للفيزا بتاعتهم، يعملوا تطويل للفيزا. ايه دي بتساعدهم ان هو ما بيحتاجش ايه ال 8000 يورو. طب حلو جدا. دلوقتي انت يعني اول وسيله ازاي طلبه تلاقي عمل هنا في المانيا هو من عن طريق البورد او اللوحه اللي بتبقى موجوده في الجامعه. في الجامعه. ايه الوسائل التانية؟ تاني حاجة بتكتب مثلا انت في ايميل بيبقى بتاع الجامعة، بتبعت ايميل للطلبة كلهم وللجامعة وللدكاترة وكل الناس، كل الاعضاء اللي في الجامعة، بتبعت ايميل. الايميل بتاعك اوريدي لما بتبعته للكل اوف انتريش يعني انت بتحدده يعني. فبتبعت تقول انا طالب وعايز اعمل كذا وعايز اشتغل وعايز كذا، حد عنده امكانية ان هو يساعدني؟ اوكي. وفي برضو اكيد بيردوا عليك يعني اكيد. وفي برضو في امكانيه لو انت اسهل اعتقد برضو في جروب بتبقى للجامعه دايما على الفيسبوك، الناس بتكتب انا بدور على شغل والناس تقول له تعالى انا عندي شغل ليك والكلام ده. تمام. دي برضو حاجه ثانيه حلو جدا. ده بالنسبه للجامعه. بالنسبه لبره الجامعه ان في مكاتب بتروح تقدم فيها زي اتسيت جي، ده مكتب هنا في المانيا، وفي مكاتب تانية كتيره بتروح تعمل هناك بفيربوم وتقول لهم انا طالب عايز اشتغل. المكتب دون بيبقى شغلته ان هو بيدور لك على شغل ويبحث لك على شغل مقابل ان هو بياخد منك 50 سنت في الساعه او اوكي. ده حاجه عامله زي مكاتب التوسيط اللي هي بيعملوا في المترو الوسائط الوظيفيه. بالظبط، اللي هم بيتوسطوا لك في شغلانه وانت وبياخدوا منك نسبه اسبوع او 10 ايام يعني اعلى حاجه اسبوعين بيكونوا طب هل دي قبل حاجه سهله جدا ان هم لما يجوا المانيا يلاقوا المكاتب دي يعني ولا؟ طبعا المكاتب دي موجوده في كل حته، موجوده في كل حته. جيت سون باشبيل يعني لو كنت جايين او لو كتبت اعتقد بالالماني فيرميتلونج جوب فيرميتلونج حاجات زي كده هتلاقي حاجات كتيره جدا. وطبعا في حاجات تانية في حاجات تانية في السوبر ماركت بيبقى موجود احنا محتاجين اوس هيلفه بيبقى موجود كلمه اوس هيلفه. الاوس هيلفه دي محتاجين حد يشتغل معانا مساعد ساعتين في اليوم او 3 ساعات في اليوم. ويجي حوالي 3 مرات في الاسبوع او مرتين في الاسبوع. بيجوا بيروحوا كل يوم، ودي اللي اسمها الاوس هيلفه اللي احنا بنقول عليها. دي تالت حاجه من انواع الشغل الطلبه الالمانيا، وبتروح كل يوم في السوبر ماركت من الساعه 4 الفجر او من الساعه 5 للساعه 7 او للساعه 8. والورقه دي برضو مش بتبقى موجوده دايما في السوبر ماركت، بس بتبقى موجوده ممكن في محلات اللبس، محلات في القهاوي، في اي حته، في البنزينه، في كل حاجه موجوده. ودي حاجه سهله جدا يعني الطالب يقدر وهو ماشي مثلا في الشارع بيبص على المحلات لو في محل كاتب او سيلف او حاجه زي كده. واعتقد برضه هو مسموح ان هو ممكن يقدر يشتغل يخش جوه ان هو يسال جوه يعني يخش يقول لهم هل انت عندكم شغل مثلا كبارت تايم ليه. دي الحاجه اللي كنت عايز اقولها، بس كنت عايز اقولها زي ايه يعني زي ملخص كده في الاخر، ان انا واحد من الناس لما اجي بدور على شغل بصراحه باخد السي في بتاعي وباخد رقم التأمين الصحي، وبصور التصريح العمل بتاعي، وبصور الاوزفايز بتاعي البطاقه بتاعتي، وبصور الحاجه بتاعتي وباخدها معايا كده، واقوم جاي نازل في الشارع. مفيش محل الا لما بخشه، مفيش سوبر ماركت في يوم واحد بكون لافف تقريبا على كل المحلات اللي حواليا. ليه بقى؟ ليه الحاجه دي؟ لان الالمان بيحب البراكتش قوي، لما يلاقي معاك انت كل حاجه ويلاقي معاك جاهز يعني جاهز انت من كل حاجه، تقول له انا موجود اهو، عايز تعمل انترفيو انا مستعد، وتقدم له الحاجه بيقول لك طب تعالى اعمل انترفيو، يقول لك كذا، طب انا هتصل بيك، تلاقي خلال يومين تلاقي 5000 تليفون جالك ويقول لك يعني عايز تشتغل، عايز تعمل، طب عايزين نعمل معاك ميعاد والكلام ده. طب حلو دي جدا. حاجه انا بعملها يعني صراحه يعني. طب هل المصاريف بياخد كام في الشهر يعني بيكسب كام في الشهر يعني؟ هل المصاريف دي اللي بياخدها المرتب اللي بياخده ده هل بيكفيه في حياه يعني في اليوم، ولا هو بيعمل ايه بالظبط؟ طبعا زي ما انتم عارفين السنه اللي فاتت عملوا هنا في المانيا الميندستلون، ودي حاجه دي اقل يعني ساعه للساعه في المانيا هي 8 اللي هو الحد الادنى من المرتبات. الحد الادنى للمرتب في الساعه 8 يورو ونص في الساعه. 8 يورو ونص. قبل كده كان 7 وقبل كده كان 6 ونص والكلام ده يعني. دي 8 يورو ونص في الساعه، انت تحسبها انت بقى مع نفسك ليه. يعني اعتقد في الشهر للاغلب جدا بيشتغلوا على حاجه اسمها 450 يورو بازس، اللي هو 450 يورو
بيزك بياخدها او 500 يورو، وفي طبعا في ناس بيشتغلوا اكتر، بس الغالبيه العظمى حتى من الالمان بياخدوا 450 او 500 يورو او 500 في الشهر. دي في الشهر. ودي يعني اعتقد ان بالنسبه لنا كمصريين يعني معظمنا لا بيشرب ولا اي حاجه و مقضيها فول وطعم. ده فول وطعميه، عربيه الفول بتاعت عم عبده. والله زمان يا عم كنا نروح نلعب الكوره، نرجع يا عم على عربيه الفول. خلاص مش عايزين نتكلم عن زمان، عايزين نتكلم اكتر عن العمل. بس ما احنا بنتكلم عن العمل اهو. طيب حلو جدا. ده كده بالنسبة هل الطلبة هنا ممكن تقدر توفق بين الشغل والدراسة ولا صعب؟ سؤال مهم جدا وسؤال وجيه جدا من شاب محترم قوي. مش عايز اقول حاجة تانية. طبعا يقدر يوفق ما بين الشغل والدراسة، ودي حاجة سهلة، بس لازم تعمل جدول. ودي ترجع للمعلومة اللي انا قلتها في البداية، اللي هي ايه؟ ان انت لازم اول ما تيجي اول 3-4 شهور تركز جدا وتفهم النظام قوي، وتفهم الامتحانات قوي، وتفهم الدراسة والجامعة والدكاترة، وتفهم كل دكتور هو عايز منك ايه، علشان تعرف النقطة دي مهمة جدا يعني صراحة. المهمة بحيث انك تقدر توفق بين الشغل والدراسة سهل، بس لازم تفهم النظام الجامعي والنظام بتاع الجامعة، وتفهم انت عايز ايه بالظبط، وكل دكتور عايز منك ايه، وكم مادة لازم تستغرقهم في البتاع ده، كم مادة لازم وكل تخلصها مادة، وتمتحن فيها. لان هنا في المانيا نظام الامتحانات ليه ثلاث طبعا 3 حاجات ده ممكن نتكلم عليها في فيديو بعد كده. ليه 3 يعني مش زي عندنا كده بتخش ساعتين وبتكتب الماده وبتخرج، لا هنا في هاوس اربايت، وهنا في ريفرات، وهنا في اللي هو اساينمنتس حاجة زي كده يعني. واخد بالك؟ فانت لازم تركز في الدراسه بتاعتك انا اهم حاجه يفهم السيستم اكتر بتاع الجامعه. انت بتنصحه يقعد 2 أو 3 شهور يفهم المدينه ويفهم النظام في المانيا، وبعد كده يدور على شغل. اخر سؤال معلش يا بلال عشان ما نطولش عليك ونطول على الناس. هل في امكانيه، انا اعتقد صعب شويه، بس هل في امكانيه ان حد يلاقي شغل في مصر، يعني سوري يعني من مصر في المانيا قبل ما يجي، ولا هتبقى صعب لازم يجي الاول؟ والله يا جماعه دي الحاجه يعني هي صعبه شويه بالنسبه للطلبه. ماشي، لان انت كده اوريدي زوج بره، وهنا في كتير جدا واربايت في ناس كتيره جدا بتدور على شغل. طبعا هنا في اوروبا هنا في المانيا سوم باشبيل يعني فور اكزامبل بيرشح الالماني الاول. لا بس اعتقد في البارت تايم كده برضه حتى في شغل الطلبه. حتى في شغل طبعا. لا بجد اوكي. لا 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 يا ربي، حتى في شغل الطلبه يعني طبعا بيبقى هو اساسا كده محتاج بالظبط. في شغل الطلبه. لا بس ده اعتقد اللي هو ترشيح الالماني اللي هو بقانون 5 لواحد 5 الماني لواحد، ده بيبقى الشغل الحقيقي اللي هو بعد التخرج يعني. اللي هو بعد التخرج والكلام ده حاجه ثانيه هنتكلم عليها برضو في فيديو ثاني يعني. لكن الشغل لو انت في مصر موجود في مصر عايز تشتغل في المانيا هينفع تشتغل للاطباء والمهندسين. الاطباء والمهندسين لو الطبيب معاه البي اينس اللي يعني الجروندشتوف بتاعه اللغه الالمانيه هيلاقي شغل. ولو عمل بفيربونج من مصر وعمل مال ابلكيشن بتاع لكذا مستشفى وكده هيلاقي شغل، وهكذا المهندسين يعني. طب حلو جدا. هم دول الاثنين الوحيدين اللي ممكن ده هنتكلم عليها في الفيديو اللي جاي ان شاء الله باستفاء اكتر. بلال تسمح لنا لو احنا عندنا اي سؤال تاني بخصوص الموضوع ده ان الناس تكتب لك على الفيسبوك وتسألك؟ والله يا باشا تحت امرك يعني. احنا مش هنقدر نقول لا يعني الناس تدعي لنا يعني، وربنا يبارك لنا في الوقت اللي احنا نقدر فعلا نجاوب في الفيسبوك عليه. انا بتبقى حاجه صعبه جدا، بيجيلك عدد رسائل كتيره جدا جدا جدا، وطبعا انت عندك شغل وعندك دراسه وعندك عيله وعندك الكلم ده عندك عيله كمان حلو. لا يعني انا قصدي يعني انك بلال عنده عائلات هنا ما شاء الله. انا عندي عائلات هنا في المانيا يعني. ماشي يا بلال، متشكرين جدا ليك يا بلال متشكر ليكوا جدا، ومتشكر لعلي طبعا منصور كبير المصريين كلام كبير، وفي المانيا كلام كبير يا بلال، وفي فرنسا برضو لا ولا ايه؟ لا وفي التشيك اخر بلد كان فيها. طبعا نبعد عن موضوع التشيك عشان موضوع طويل. اشكرك يا بيلو وشكرا. اشكركم. شاو.